هترجعي الحلل القديمة جديدة بعد الوصفة دي، الوصفة القوية جدا اللي هتنضف الحلل والصواني وعيون البوتاجاز ورفوف البوتاجاز ورفوف التلاجة، حرفيا هتنضف لك كل حاجة استانلس في او حديد عندك في البيت. الوصفة دي من اقوى الحاجات اللي بتنضف وبتخلصك من السواد ومن الحروق اللي بقالها سنين لو في الحلل او في الطاسات، ومش مضطرة ان انت تشتري جديد عشان كل الجديد هيرجع كل القديم هيرجع جديد. ازاي هتعملي الوصفه دي؟ تابعي الفيديو الاخر وما تنسوش تعملوا لنا لايك وطبعا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وقولوا لنا في الكومنتات عن فكره فيديو انتوا عايزينها عشان نعملها لكم الوصفه الجايه. وفي صندوق الوصفه هسيب لكم وصفه لتطويل الشعر جميله جدا بتطول الشعر في وقت قصير. هنجيب طبق عشان نبدا فيه مكونات النهارده، وهنضيف عليها معلقه من اي مسحوق غسيل مواعين عندنا، بريل، فيري، اي نوع عندك، المهم ان هو يكون نظيف وبيرغي وبيعمل وصفه وبيعمل تنظيف كويس قوي. وبعد كده هنضيف عليهم معلقه كبيره من الخل الابيض. طب لو مش عندنا الخل الابيض ممكن نستبدله بعصره من الليمون، ليمونه او ليمونتين نضيفهم على الوصفه دي بديله للخل. وضفنا معلقة من البيكنج صودا او بيعرف بيكربوناته او بيكربونات الصوديوم، ضفنا منه معلقة. وضفنا كمان معلقة كبيرة من ملح الليمون او الملح الخشن، ولو مش عندنا نضيف الملح الطعام الابيض العادي جدا. وهنضيف مع بعد كده كوباية كبيرة من المية السخنة المغلية، بنكون غلينا مية وبنحطها. طبعا الوصفة دي تقدري تعمليها في حلة كبيرة او في كروانة كبيرة، انا طبعا بوريها لكم في طبق صغير، انتي هتعمليها في حاجة كبيرة عشان هتنقعي فيها الصواني وعيون البوتاجاز وكل حاجة. ضفنا ميه سخنه نار، وبعد كده بنبدا ان احنا نرغيها بالمعلقه. طبعا اوعي تحطي ايدك فيها عشان ما تتحرقش، انا بس هنا قللتها بشويه ميه عشان اقدر احط ايدي فيها واقدر ان انا اوريكم الرغوه. انتوا طبعا الرغوه هتبان ان انتوا اول ما تقلبوها، ممكن تقلبوها باي معلقه عندكم كبيره، وابداوا انقعوا فيها عيون البوتاجاز، الطاسات. عشان كده كنت بقول لكم لازم كروانه كبيره عشان هتنقعوا فيها. بعد ما تنقعوا فيها الحاجه دي من نص ساعة لساعة لحد ما المية تبرد خالص، تقدري تحطي ايدك فيها بكل سهولة. بتبدأي ان انت تطلعيها وبأي سلك عندك هتبدأي تفركي كل عيون البوتاجاز والحلل وكل والصواني وكل حاجة. هتبدأ بالتدريج كل السواد ده يطلع معاكي بكل سهولة من أول مرة. ولو حاجة عنيدة جدا وبقالها سنين هتطلع معاكي بكل سهولة، ممكن بس تعمليها تاني مرة لو هي مزرجنه معاكي جدا، تعملي الوصفه دي من تاني وتحطيها فيها من تاني. لكن الوصفه دي من اول مره حرفيا ممكن تشيلك 90% من كل السواد ومن كل الحروق اللي موجوده في الحلل والطاسات اللي بيبقى بقالها وقت طويل، ومهما غسلتي المواعين مفيش فايده. كمان الوصفه دي حلوه جدا لو انت عايزه المعالق الاستانلس، الكوبايات الاستانلس بتاعتك او الكوبايات الازاز عايزاها تلمع، تحطي الوصفه دي فيها. بس طبعا ما تحطيش الكوبايات الازاز فيها وهي سخنه نار مولعه عشان ما تفرقعش، حطيها في درجه حراره تكون اقل شويه عشان ما تولعش منك او ما تتكسرش منك بس. وتنقعيها شويه وتغسلي بيها المواعين، بجد بتخلي عيون، بتخلي المعالق وبتخلي الكوبايات، تخلي اي حاجه ازاز كده تنور، ترجع تنور كانك لسه جايباها من كرتونتها. الوصفه دي حلوه جدا، استعملوها وجربوها وهتعجبكم جدا باذن الله. وطبعا لو وصلتوا للدقيقه دي من الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات واعملوا لايك وسبسكرايب للقناه.